هل أهان طاليس المرأة المغربية أم أهانت نفسها بنفسها؟ وجد الكوميدي المغربي عبد العالي لمهر الشهير بلقب طاليس نفسه وسط موجة غضب عارمة وعاصفة من الانتقادات النارية على خلفية اتهامه بالإساءة للمرأة المغربية خلال عرض فكاهي قدمه مؤخرا لدى مشاركته في حفل تكريم عناصر المنتخب الوطني المغربي بعد إنجاز مونديال قطر 2022 الأخير. وقال طاليس في وصلته الفكاهية: حاجة وحدة اللي عجبتني في المنتخب هي قد ما كانوا كيماركيو البيوت قد ما أنا كنعلق البنات اللي حدايا. واستطرد يقول: بقينا دايرين نية مع السر كراكي، دير نية واحد البنت حدايا بكثرت ما عنقتها، كون دزتو المقابلة النهاية كون حملت مني، الحمد لله ما دزتوش. العرض الفكاهي لطاليس والذي قدمه بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد، ومدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، أثار ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجمع النشطاء المغاربة على اعتبار ما تفوه به طاليس في حق المرأة المغربية تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، كما اعتبروها قلة حياء ووقاحة وترسيخ لثقافة السفاهة، مطالبين طاليس بتقديم اعتذار رسمي للمرأة المغربية والكف عن التطاول عليها من أجل أن يضحك متابعيه. وقد عبر الناشطون عن سخطهم إزاء الكلمات الجارحة للمرأة التي تلفظ بها طاليس، مطالبين المنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية للدخول على الخط. وفي مقابل ذلك دافع آخرون عن طاليس، معتبرين أن المرأة هي التي أهانت نفسها بولوجها ملاعب الكرة والمقاهي وسط الرجال في كامل زينتها، تتزاحم معهم وتلتصق بهم وتشاركهم وسط أجواء المباراة الألفاظ النابية. وفي هذا الإطار كذلك نشر فين هو هذا الإعلام على ما قاله هذا الشبه كوميدي بلا حياة بلا حشمة على بنات بلادو وقدام مدرب ضرب منتخبات إسبانيا والبرتغال وبلجيكا، واش هذا تكريم المنتخب حيه في قطر وخلى العالم كامل يهضر على المغرب؟ واش طاليس ما قادرش يدير سكيتش على الحدث بلا ما يقول كون وصلتوا للفينال كل بنت اللي حدايا حملات؟ وفي نفس الإطار كذلك كتبت إحدى الناشطات: حفل تكريم الفريق الوطني لكرة القدم الذي كان من تنظيم الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، شارك المدعو طاليس من الفكاهيين الذي نفخ الإعلام تفاهتهم، شارك بفقرة وقحة تنم عن انعدام الحياء وفحش في التعبير تجاه المرأة المغربية. وأضافت كذلك أن هذا يفرض على المنظمين واجب الاعتذار واختيار من يرفه على الناس لا من يضحك عليهم بالكلام الساقط، خصوصا والمناسبة تكريم فريق بهر العالم بالقيم التي يتبناها تجاه النساء، فيأتي تافه بضاعته كلام ساقط وسخرية لا بوصلة لها ليهدم ما بناه القادة.